ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله عايزه اكلمكم عن حاجه جميله قوي استخدمتها لشعري. طبعا الفتره الاخيره زي ما احنا عارفين ان زيت الروزماري عامل قلبان على النتائج بتاعته في الشعر. في دراسات كتيره وبحوث اتعملت اثبتت ان زيت الروزماري ممتاز للشعر وبيعالج اي مشاكل فيه. حتى الصلع الوراثي قالوا انه بيجيب نتيجه معاه. فانا رحت جبته من امتنان. طبعا امتنان الزيوت بتاعتهم معروفة ممتازة جدا وطبيعية. رحت جبت منه زيت الروزماري وهو ليه طريقة استعمال معينة، ما ينفعش نستعمله مباشر على الشعر، فلازم تجيبي زيت يتخفف بيه. يعني انا جبت زيت الجوجوبا لانه ممتاز للشعر، والطريقة انك بتحطي على 50 ملي من زيت الجوجوبا تحطي عليهم 20 نقطة روزماري. طبعا ده ممتاز للشعر جدا وانا جربته، وبصراحة مفيش هيشان في الشعر. الشعراية طرية وشكلها صحي اكتر. كمان زيت الجوجوبا من مميزاته ان هو مش بيلزق الشعر، مش تقيل زي زيت الزيتون كده مثلا او جنين القمح، لا هو خفيف جدا بس بيخلي الشعراية طرية وحلوة. زيت الجوجوبا معصور على البارد وده اهم حاجة. اسعارهم الجوجوبا ب87، الروزماري كان ب279 تقريبا. الروزماري بيبقى 25 ملي بس هي بتقعد كتير لان انتي بتستعملي 20 نقطة بالظبط على ال50 ملي اللي بتجيبيهم، فال20 ملي دول يعني حاجة بسيطة قوي من ال25 ملي، فهتعيش معاكي. بالنسبة للفراغات، الخلطة اللي احنا قلنا عليها دي تدهني بيها فراغات الشعر كويس كل يوم، وتقدري تستعمليها كمان كحمام زيت ممتاز جدا. اقل حاجة عشان نقدر نحكم على برودكت للشعر ونقول جاب نتيجة او لا، لازم نجربه على الاقل من 3 ل6 شهور. جربوه وان شاء الله يعجبكم. وطبعا هو حاجات طبيعية عمرها ما هتضر الشعر في اسوأ الظروف.